أكد نائب رئيس جمهورية السلفادور فيليكس أويوا أن قرار إسرائيل لا اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يعزز شرعية الموقف المغربي ويدعم جهود المملكة من أجل الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل. وأوضح المسؤول السلفادوري أن دولة إسرائيل تنضم من خلال هذا القرار إلى ديناميكية الدعم الدولي لمغربية الصحراء والحقوق المشروعة للمملكة بأقاليمها الجنوبية. واعتبر أويوا أن هذه الدينامية الداعمة لوحدة المغرب الترابية ولسيادته الوطنية تعكس واجهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي وتفند الادعاءات المغردة والمضللة للانفصاليين. كما أبرز نائب رئيس السلفادور أن بلاده التي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية اللوامية في سنة 2019 ترحب بهذا القرار الهام الذي اتخذه إسرائيل والذي سيساهم في توطيد العلاقات الإقليمية والنهوض بالسلام والتسامح عبر العالم. وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن يوم الاثنين أن الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو رفع من خلالها أن العالم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربي. وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية، وشدد أيضا على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار.